ازيك يا باشمهندسة آية، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. باشمهندسة آية معانا هنا، باشمهندسة في التغذية، فانت اكيد هتكلمينا عن ايه؟ عن التغذية. ايه اللي بيجي في بالك بقى لما بتيجي كلمة تغذية؟ عن ايه علاقة وتأثير الأكل اللي احنا بناكله بصحتنا، وفي جزء كبير من الأكل صحي وغير صحي، واحنا طبعا بنحب الأكل الغير صحي أكيد. طب دلوقتي انت سمعتي بودكاست؟ اكيد سمعتي بودكاست بتاع ما اكلتش رز. كنت سمعت. فايه رأيك في في الكلام اللي انت سمعتيه في البودكاست ده؟ والله هو ده احنا كلنا كده، دي حقيقة. كل بيحب الحاجات الفاست فود، علشان طبعا الزيوت اللي بتبقى فيها هي دي اللي بتعمل نكهة للأكل أكتر. فيعني انما الصحي بقى وانه واصلا انت لما بتقول صحي الناس بتفتكر اللي هو دايت، بس لا، مش لازم. الاكل الصحي هو اكل بتقلل فيه الغير صحي وبتزود فيه الحاجات الصحية، مش لازم يكون دايت بس. طب احنا شفنا النهارده، أو مش كل الناس بس انا شفت انت كنت عامله شير للموضوع اللي هو بتاع العينات ده، اللي هو خدوا عينات كام 47 عينه تقريبا من محل محل فول وطعميه، ولقاها كلها غير صالحه. غير صالحه دي فاحنا ممكن ده كده بره غير صحي اساسا. هو ده حصل تلوث في الحاجات، لان على حسب مثلا لو حصل تلوث للايكولاي دي طبعا كارثه، لان ده اللي هو ايه ده اللي هو ايه دي بكتيريا سببها في الحمامات اصلا. تمام. فدي تلوث، ده ما ينفعش. يعني كده العمال ما بيعملوش اصلا اي حاجه نظافه، ده كده مصيبه. مصيبه طبعا. يعني 47 عينه بتبقى فيهم ايوه حاجه زي غير كده. صالحه، فما ينفعش. وفيها يعني بكتيريا كتير، ما يعني هي ما بتتقتلش بالحراره العاليه، فدي اصلا طعميه بتتقلي على طول، فمفيش حراره عاليه بتضمن ان هي البكتيريا دي تتقتل. طب ده في العينات. طب احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا الناس ما بقاش عندهم مبدأ صحي وغير صحي، بقى ميكس اللي لاقيه كله، علشان هي دي للاسف الثقافه. احنا الثقافه المصريه كلنا متربيين، احنا ما نعرفش ايه هو الاكل الصحي، او كلنا متربيين ان الاكل اللي في البيت ده الصحي والاكل اللي بره البيت ده مش صحي، بس ده غلط. هو عادي الاكل اللي في البيت، بس هو مش صحي عادي. انا اعرف شخص كان يعني بيعمل حلويات وبتاع، الحلويات دي تعتبر مش صحي برضه صح؟ طبعا كترها، اي حاجه كترها مش صحيه. فطاير والشاورما والحاجات دي اكيد المعجنات ده اصلا مصيبه. طب انا كانسان مثلا يعني حابب الاكل ده، اتصرف ازاي؟ قلل منه. يعني مثلا لو يوم في الاسبوع مثلا، او يوم او يومين في الشهر جبت حاجه زي كده، برجر او شاورما او اي حاجه من بره، عادي. يومين مش يعني هنقلل على قد ما نقدر، يومين بقى، يوم، على حسب بقى يعني كل واحد يقدر يعمل ايه. اقتباسا من بودكاست باشمهندس شبراوي، يعني انت لو كلت سبانخ غير لما تاكل السبانخ في اكل تاني. بالظبط. يعني انا حبيت كده، يعني مش انا لوحدي، الناس كتير اتربت على كده. ما هي دي بقى بالتعود هتبدا تعود نفسك. ودي لو انت عايز تعمل، في ناس عادي هي بتبقى عارفه ان ده مش اكل صحي بس هي مكمله في كده عادي. في ناس لا، اول ما بتعرف ان ده اكل مش صحي بتبدا تقلل منه، بتزود شويه من الاكل الصحي اللي هي الخضروات. يعني نبدا ندخل في اكلنا خضروات، فاكهه، نقلل شويه سكر ومعجنات وبيبسي وكده. واحدة مع يعني مرة مع مرة هيبقى الموضوع تمام كويس. انت كنت كلمتيني قبل كده عن بروتين والثلاث انواع الاساسيين في اي اكل. ايوه، انواع الغذاء كله اصلا. هو الغذاء كله بينقسم زي ما قلنا، الغذاء كله بينقسم لستة كاتيجوري كده. اكتر حاجه، اكتر 3 اساسيين: الدهون والكارب اللي هو طبعا بينقسم للسكريات والنشويات، وبروتين ودهون. دول اكبر 3 حاجات يعني دول اصلا اسمها ماكرو، عشان احنا المفروض ناخد منهم كتير. والاقل شويه اللي هي المايكرو، بتبقى العناصر المعدنيه والفيتامينات وميه بقى. بس دول بقى بتبدا بقى تاخد، اللي فاهم صح هياخد من كل دول بس بنسب معينه، علشان الاكل لازم يكون متوازن.
الكل على فكرة بيقول ان هو مثلا ايه الكربوهيدرات دي مش مهمة. لا هي مهمة، لان اصلا هي الطاقة بتاعت الجسم كلها بتتمحور في سكر الجلوكوز اللي هو اصلا بيجي من تحلل النشويات. طب العيش يعتبر ايه؟ العيش نشويات اللي هي تحت الكربوهيدرات. طب ليه الناس يعني زي ما بنقول كده بيعترضوا على حوار ان ناكل عيش؟ يقولوا العيش ده بيسبب مثلا زياده في الوزن. ما هو ده غلط يعني. هو ماشي هو بيسبب بالوزن، بس احنا لو كترناه زياده عن اللزوم ان هو كده كده مهم، لان هي اكتر حاجه اصلا بتدي طاقه هو الكربوهيدرات. فلا لازم ناخد منه، بس يعني حاجات معتدله، مش لازم مثلا في اليوم 3 مرات ناخد عيش ورز ومكرونه كل ده في اليوم. لا عادي، ممكن مثلا لو احنا بنحب العيش قوي مثلا يبقى عادي نص رغيف في الفطار، مش هيحصل حاجه. نص يعني ميوت للشبراوي والله اعمل له ميوت. لا حرام الناس على الجزء ده. اتفضلي كملي. ايوه، انما اكتر من كده لا. يعني مثلا في ناس بتاكل رغيفين و3 وكده وبيرجعوا يقولوا لا ما انا زدت في الوزن. طب ما هو لازم. طب ده في النشويات نرجع. لا نخش مثلا، انت قلت 3 انواع، نبدا مثلا بروتين. ممكن احصل البروتين ده احصل عليه يعني البروتين ده طبعا من لحوم بيضة واسماك. ممكن لبن، بيض طبعا. اللبن والبيض وطبعا اللبن والبيض دول اكتر حاجتين يعني متكاملين بكل حاجه فيهم. يعني دول اكتر حاجتين لو كلت الحاجتين دول تمام، بس طبعا لازم ناخد حاجات تانية. طب انا مثلا كواحد مثلا هيبدا ياكل اكل صحي، ابدا ببروتين نباتي ولا بروتين حيواني، ولا مش هتفرق ولا ايه الدنيا؟ لا عادي، هو انت هتبدا طبعا ببروتين حيواني زي اللحوم وطبعا الحاجات اللي ما فيهاش دهون كتير دي بتبقى افضل، عشان طبعا هي دي اللي بتبني العضلات وبتحسن الدماغ وكده. ماشي. اتفضل. وفي طبعا اللي هي البروتين ده كان بروتين حيواني. في طبعا بروتين نباتي اللي هي زي الحبوب الكامله بقى والعدس والفول وكده. وطبعا دولت مهمين جدا لان فيهم مضادات اكسده وفيهم حاجات تانية كتير. نخش على الدهون مثلا دلوقتي. ماشي. لو في عندك كلام في التاني ماشي، بس لو هتخش في الدهون اتفضل. ماشي نخش في الدهون. والدهون طبعا نفس الكلام اللي كان بيتقال على الكربوهيدرات، ان هو بيقولوا ان الدهون دي لا مش مفيده وكده. لا هي طبعا مفيده ولازم ناخدها، لان في فيتامينات اصلا هي ما بتذوبش الا في الدهون، اللي هي الفيتامين A وفيتامين E وفيتامين D وفيتامين د. دول كلهم هم دول بيذوبوا بالدهون بس. فاحنا لازم ناخد حاجات دهون، بس لازم بقى ناخد الحاجات الدهون الصحيه. زي في نوعين من الدهون، دهون صحيه ودهون غير صحيه. الصحيه اللي هي الدهون النباتيه مستخرجه من النباتات زي زيت الذره وزيت عباد الشمس. الحاجات دي طبعا دهون صحيه. الدهون الغير صحيه اللي هي الدهون بقى ايه المشبعه، اللي هي بتبقى الدهون الحيوانيه اللي هي بقى زي الزبده والسمنه والحاجات المهدرجه دي كلها. دي طبعا مش صحيه، يعني نقلل لحد ما نقدر. يعني اكل مثلا بزيت زيتون وزيت ذره. طبعا هو ده المفروض اصلا، بس المفروض. احنا كلنا ما بنعملش كده اكيد. ده المفروض. ده المفروض. وكمان نقطة كمان على زيت الزيتون، ان هو ما ينفعش يعني ما ينفعش يتعمل بحرارة كتير، لان هو يعني بينصهر وبيتحرق بسرعة. فده برضو احنا لو عملنا مثلا ما ينفعش نقلي بيه او كده، عشان لو قلينا بيه او حصل اي حاجة هنعمل مشاكل اكبر وسرطانات وحاجات احنا غنى عنها. فهي بس المهم ان احنا نبقى عندنا ثقافة نعرف نعمل ايه امتى وبالطريقة ايه. طب ده الدهون. الحاجة التالتة كانت ايه؟ ما احنا قلنا البروتين وقلنا الدهون. الكربوهيدرات بقى زي الكربوهيدرات دي طبعا بتنقسم لحاجتين، لنشويات وسكريات. السكريات اللي هو السكر عادي، اي سكر بنستخدمه. النشويات بقى اللي هو بقى المعجنات والخبز بقى وكل حاجه زي كده بقى، زي حاجات المعجنات كلها ده طبعا كله نشويات. وفي برضو نشويات من البطاطس والبطاطا والحاجات دي، ودي طبعا بتبقى اقل ضرر شويه من المعجنات طبعا اللي هو المخبوزات. يعني انا كده لازم اخد ال3 عناصر، بس هي النقطه كلها ان انا اقسم ال3 عناصر بالجسم محتاجه.
يعني مثلا احنا لو بناكل في طبق، الطبق ده المفروض يبقى متقسم، وبنقسم الطبق ده، المفروض الكلام الصحي ان احنا بنقسم الطبق 3 اقسام. اول قسم اللي هو بيبقى اكبر قسم اللي هو نص الطبق المفروض يبقى خضروات. تمام. احنا كلنا ما بنعملش كده عادي. طب بس ممكن يعني اللي هي سلطه يعني. سلطة. ماشي. اي انواع سلطة. احنا بنمشي الموضوع في خضروات. هي خضروات، بس احنا هي سلطه، ايا تاكل بقى سلطه. ايوه. ملناش دعوه، اتفضل. والنص التاني بنقسمه بقى لقسمين، ربع نشويات وربع النشويات ده طبعا اللي هو مكرونه، رز، رز، عيش كده. الربع التالت هيكون طبعا اللي هو البروتين، اللي هو يعني افيد حاجه اصلا في الموضوع. بس على فكره البروتين لما بيزيد عن حد برضو وحش، عشان البروتين لما بيزيد عن حد بيتخزن على صوره نشويات، فاحنا كده بنخزنه بصوره سكر برضو، اللي هو احنا ما عملناش حاجه، فناكل بس يعني قطعه مناسبه للطبق اللي احنا بناكل فيه. يعني كده اللي بينزل مثلا بينزل جيم، هو بياخد كمية البروتين اللي هو محتاجها، ما يأفورش، وياخد كمان بروتين اللي هو العادي. طبعا البروتين يعني هو تغذية الرياضيين دي بتبقى حاجة برضو غير شوية. بس هو الأحسن اللي هو لا ما يكترش من البروتين دايما، لا مش لازم. احنا في الأول اتكلمنا يعني نبذة بسيطة عن انواع البكتيريا والحاجات دي ساعة ال 47 عينة، الحاجات دي كلمينا عنهم كده يعني معلومات، ممكن حد يخش في الحوار ده بعد كده. أقسامهم يعني ولا كده. ماشي. هي البكتيريا بتنقسم لحاجات كتير. في بكتيريا مثلا اللي هي محبة للحرارة، في ناس مثلا بتقولك ان هو لما احطه في الفريزر فهو كده كده خلاص مش هيجيله بكتيريا. لا عادي، هو في بكتيريا اصلا بتنمو في درجة الحرارة اللي هي البرد، اللي هي الفريزر عادي، اللي هي السيدومونس دي اصلا بكتيريا بتنمو في درجة الحرارة اللي هي الفريزر. فاحنا المفروض هنتلج الحاجة نتلجها على مثلا -18، ده الصح. لو قلت عن كده او زادت عن كده ممكن تنمو فيها بكتيريا. وفي بكتيريا مثلا زي الايكولاي دي بتيجي بالتلوث، وان مثلا ما بنغسلش ايدينا، دي ممكن تيجي. في ممكن السالمونيلا دي طبعا يعني اغلبية الناس عارفاها، علشان هي بتبقى من البيض او الاسماك، او بالذات الفراخ. مش اللحمه برضه؟ بالذات الفراخ. هي موجوده بس مش قوي، مش هي دي العائق في اللحوم. هي بتبقى في الفراخ والبيض اكتر حاجه، علشان كده بيقول ان احنا المفروض ما نغسلش الفراخ كتير، او لما نغسل الفراخ تكون يعني في مكان محدد، ما ننطورش في المطبخ كله، عشان هي دي اللي بتنقل السالمونيلا. وفي طبعا بكتيريا الباسيلس، دي بتبقى انواع بكتيريا بتنمو برضو في الطعام. لو احنا مثلا طلعنا الحاجه من الفريزر وحطيناها تفك على الرف كده، دي طبعا اكبر غلط. او اللي احنا نحطها في ميه، دي غلط. يا الله ده يعني ده كده مصر كلها. ايوه البكتيريا دي عايشه معاها. ايوه دي غلط. بس هي احسن حاجه في البكتيريا دي، اللي هي في واحد تقريبا جرب البتاع النهارده معانا في المستمعين. اتفضل. احسن حاجه ان هي البكتيريا الباسيلس دي اللي هي عادي ممكن بنقضي عليها بالحراره، اللي هي يعني في فتره تسويه الفراخ. عشان كده بنقول نسوي الفراخ او اللحوم او كده يعني براحتها شويه، عشان لو فيها اي حاجه، هو فيها طبعا كل الحاجات بتبقى فيه، بس الحراره بتقدر تقتلها. بما انك برضو مصنفه كمهندسه جوده، انت مهندسه جوده واخصائيه تغذيه وكده، المنتجات اللي انت شايفاها في السوق دلوقتي اللي بينطبق عليها مبدأ دي حاجات يعني اي حد ممكن ياكلها واي حاجه، هل انت شايفه ان هي جودتها كويسه؟ الشيبسيات مثلا اللي مش مظبوطه والحاجات دي، فشار كلبز، اي حاجه، اي اسم محدش يعرفها يعني هو المفروض ما ناكلهاش، بس احنا طبعا بناكلها. هي بس المشكله اللي فيها اللي هي المواد الحافظه. والمواد الحافظه دي يعني على المدى البعيد بتاثر في حاجات تانية في امراض القلب، اوقات بتعمل كوليسترول، ويعني لا قدر الله اوقات بتعمل سرطانات كتير. فهي بس بتبقى كده ان هو ما نكترش فيها، او لو نقدر نمنعها يعني كده احسن طبعا. طب الجوده في يعني مثلا انا لو معايا حاجه
وعايز اتاكد ان هي كويسه ولا مش كويسه. يعني معايا مثلا منتج، جبت منتج مثلا جبنه ولا حاجه وعايز اتاكد هي سليمه ولا مش سليمه. ماشي، في طريقتين بقى. في طريقه طبعا لو اي حد يقدر يعملها، اللي هي بنشوف المظهر. مثلا شفنا عليه مثلا علبه الزبادي، نقدر نعرف ان هي ايه ليه وحشه لما مثلا نلاقي ان الخصره دي اللي هي الزبادي نفسه لما بيتعمل كشت كده وفي شرش كتير بره. كل ما الشرش ده زاد يبقى كده الحموضه زادت، يعني كانت محطوطه على الرف مثلا مش متخزنه بالطريقه الصح. مثلا في ثقوب كده زي كانك حاطط دبوس كده، فدي بتبقى برضو باسيلس، وبتبقى ايكولاي، وبتبقى حاجات تانية. في مثلا ممكن في عبوات معينه لما تلاقيها منفوخه خالص، دي بتكون كده غلط، علشان كده هي بتبقى نمت فيها بكتيريا بتعمل غاز. فالغاز ده طبعا هو يعني مش كويس او مش المفروض ان احنا نعمله. والطريقه التانية بقى اللي هي طبعا معمل، طبعا هو اللي المفروض بتاخد طبعا سكوب او ايوه تمام مسحه، تاخد مسحه منها وطبعا بتحللها، بس دي طبعا احنا مش هنقدر نعملها. ايوه، ده انا كنت لسه اقول عليه. يعني لو هاخد حاجه زي كده يبقى مثلا جايب حاجه مثلا ثمنها غاليه، يعني مثلا جايب ستيك بكام الف، بالحاجات لا ما هي الشركات الكبيره والمعروفه هي بتبقى جودتها حلوه، لان هم بيخافوا على السمعه، هم سمعتهم فوق اي حاجه، فهم بجد بيبقوا متخصصين في الحاجه دي. انت تخاف من الشركات اللي هي يعني مجهوله المصدر، اللي احنا بنقول عليها شركات تحت بير السلم. دي طبعا ما بيبقاش فيها جوده خالص، ما بيبقاش فيها اصلا مهندسين جوده. دي بتبقى عادي، هي بيعمل الحاجه وبيسيبها اصلا على الرف وما بيحللش ولا بيعمل اي حاجه. انما الشركات كبيره لا، خد الحاجه وانت مطمن. والشركات الكبيره برضو بتبقى عامله حاجه كده كويسه، في حاجه اسمها ريكول، اللي هي بياخدوا الحاجه تاني، اللي هو باسترجاع الحاجه تاني. هما في حاجه اسمها كل 12 ساعه اصلا، وهم بيبقوا حاطين الحاجه دي في المخزن، هم بيعملوا عليها تحاليل. فهم لو لقوا اي حاجه هم بيستدعوه، حتى لو خرجت للمستهلك ولقوا عينه وكده هم بيسترجعوها بمعرفتهم. فالشركات دي لا، ما تخافش منها، عادي. طب الغريب في الامر او المضحك في الامر ان الناس اللي بتتابع بالحوارات دي، البكتيريا والحاجات دي، بيبقوا ناس متخصصين. يعني يقول لك ايه، يقول لك انا عايش بقالي 12 15 20 سنه، عايش بقالي 400 سنه ما الامراض دي ما جاتليش. مثلا شخص متخصص في الحوار ده الاقيه هل مثلا الشخص التاني ده كون مناعه من الحاجات دي؟ يعني هو بتبقى على حسب قابلية الشخص. في ممكن على فكرة ممكن يعني شخصين ياخدوا نفس الحاجة، نفس نوع البكتيريا، بس ممكن تعمل معاك انت اعراض وممكن ما تعملش مع اي حد. دي بتبقى سبحان الله، يعني هي بتبقى قابلية من الشخص وبتبقى مناعة. بس في طبعا انواع بكتيريا لا زادت عن العدد، لا هي لازم هتعمل تسمم. والتسمم برضو بدرجات. ممكن واحد مثلا يجيله سخونية، بس ممكن واحد تاني لا، ممكن يتنقل المستشفى ويقعد في المستشفى كذا يوم. فهي دي بتبقى على حسب قابلية جسم الشخص ان هو خد الحاجة دي ازاي، والمناعة. طب دلوقتي انا كواحد مثلا اتقدم لي مثلا في مطعم اكل، يعني اتقدم لي مثلا اكل عادي، طلبت اكل، بس انا حاسس ان الاكل ده مش كويس، او مش ده المنظر بتاعه. هل ده احساس، ولا هو مثلا ممكن يبقى منظره كده مثلا كتسوية وبتاع، مش كمرض او بكتيريا او ماشي. ما هو مش شكله مش كويس كايه، كلون مثلا. ما هو اي حاجه طبعا غريبه انت المفروض لا بتنده اي حد وبتقول له لا. ايوه بتعترض، لان في حاجات لا هي بتبقى باينه، بس هو اكيد مش هيطلع لك الحاجه. اللعب مش في كده، هو مش هيطلع لك الحاجه نامي عليها بكتيريا دي اي حد هيعرفها. لا هو ممكن يلعب بايه، ان هي مثلا تبقى بايته من اليوم اللي قبله ويسخنها لك مثلا، او يعيد تدويرها تاني مثلا زي الحاجات بتاعت اللحوم، ويضيف عليها توابل كتيره جدا
تطغي على الطعم اصلا فانت ما تعرفهاش. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان هو بيجي لونها يعني لونها مش اللون اللي انا عارفه. ايوه طبعا، ما هي بتبقى اللون اللي انت مش عارفه لان بتبقى معموله غير الطريقه اللي احنا متعودين بيها في البيت، وكمان بتبقى محطوط عليها كميه توابل كتير اللي هي علشان تطغي على الطعم، اللي هو مثلا لو فيها طعم مثلا وحش، او لو هم حاطين نسبه اللحوم قليله فبيكملوا طبعا باي حاجه تانية زي الصويا وكده. فول الصويا دلوقتي بيتحط في البرجر عادي وبيتحط، والبهارات دي طبعا بتطغي على اي طعم موجود، وهي ده بيبقى اللعبه في كده. على ذكر اللحوم والبهارات وبتاع، واحد صاحبي مش هنقول اسمه قعد حوالي فوق ال7 سنين ياكل من مطعم وبتاع ويقعد يشكر فيه، وكل ما يقابلني يقعد يشكر فيه وبتاع يعني. والمضحك في الامر ان المطعم ده اتشمع ان هو كان بيعمل لحمه حمير. فالمثير في الامر ان احنا ناس طيبه يعني، على عكس مثلا اخصائي التغذيه او مهندس الجوده كده، فهو عارف الحاجه. طب الناس الغلبانه دول ذنبها ايه؟ يعني الناس واحد مبسوط ان هو بياكل ويلاقي نفسه مثلا لابس في حاجه يعني 7 سنين، يعني هيتصرف ازاي في حاله زي كده؟ ما هو هيتصرف في ايه؟ ما هو ما بيبقاش عارف. ما هو اللحوم كلها بتبقى يعني اوريدي كلها بتبقى نفس يعني الطعم عادي، فانت مش هتعرف. حتى ممكن مثلا لو حد متخصص ممكن ما يعرفش ان دي لحمه ايه. فطبعا مع التوابل ما هو الحاجات دي ما بتعرفناش، فهي بقى بترجع للي هيستحمل. في ناس ممكن، وعلى فكره هي اللحوم الحمير او كده يعني انا معرفش قوي حاجات عنها، بس هو تقريبا مش وحش او يعني لا مش كده هو هيفرح. لا مش قصدي كده، يعني اللي هي ممكن ما تسممهوش يعني او حاجه، ده اللي قصدي عليه. عشان كده هو كمل لسه عايش. ايوه هو كمل، مناعته كويسه وعادي ما حصلش حاجه. طب يعني كده انا كشخص امشي بقى مع مبدأ خليني نباتي، اللي هو اللحوم والحاجات دي فيها مشاكل كتير، فخليني نباتي، ولا النباتي كمان فيه مشاكل؟ ما هو ايوه طبعا كمان هنرجع برضو لنقطه انك لازم تاخد كل مكونات الغذاء طبعا بموازنه ليها، ان هو مش هينفع يعني مثلا الناس اللي هي مش نباتيه ليه تبقى نباتيه؟ لازم تاخد كل حاجه، واللحوم مهمه وكل حاجه مهمه، انما لو زادت عن حدها هي دي الغلط. كل الحكايه ان احنا المفروض نعملها يعني نبقى واعيين اكتر بان مثلا ما نعملش يعني مثلا ما نطلعش اللحمه من الفريزر ونحطها على الرف ونسيبها، لا نشيلها من الفريزر نحطها مثلا من بالليل نحطها في التلاجة في طبق في التلاجة، ونمنع تلوث اي حاجه تانية، يعني نمنع نحط خضروات جنبها او اي حاجه لان دي لسه ما استوتش. فاللحوم لما ما بتستويش بتبقى طبعا فيها الاف البكتيريا اللي موجود، فما ينفعش يبقى في تلوث. في حاجه اسمها كروس كونتامينيشن، دي بتبقى تلوث بين اللحوم مثلا وهي لسه نيه مع حاجه تانية هي اصلا ما بتستويش. وعلى فكره الضرر كله اصلا ممكن يجي من الحاجات اللي هي ما بتستويش. طب ماشي اللحوم لو فيها حاجه احنا ممكن بنسويها زياده شويه فبنقتل البكتيريا اللي فيه، انما حاجه زي الخضروات حاجه زي السلطات والحاجات دي ممكن يجيلنا حاجات منها عشان هي ما بتستويش ما بتتعرضش الحراره، فدي لو خدت اي ميكروب او اي بكتيريا جات لها من اي حاجه تانية احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه، ممكن تبقى هي دي ضرر اكتر من اللحوم. طب انا لو شخص مثلا اشتريت حاجه من سوبر ماركت ولا اي حاجه، ولا اخويا او اي يعني اي حد يشتري اي حاجه من السوبر ماركت هو خدها ومشي، لما يروح ويفتح البتاع فيحس ان هي فعلا مش مظبوطه، بس هو مش عارف هيتصرف ازاي. بيرجع للسوبر ماركت يقول له الحاجه دي مش احنا محافظين وتعالى شوف احنا مخزنينها ازاي، لان في فعلا سوبر ماركت يعني بيحطوه في مكان كويس وكل الدنيا دي. طب هو كشخص زي ده يشتكي او يكلم مين في النقطه دي؟ ما هو شخص زي ده يحصل حاجه كده هو قدامه حلين، يا اما واحد مش هتفرق معاه عادي ان هو مثلا يرمي الحاجه وخلاص، فهو خلاص هيرمي الحاجه ومش هيستخدمها. في شخص تاني يقولك لا ما هو ده حقي والمفروض ان انا اشتكي حاجه زي كده، وهو من حق، وكل الشركات بتبقى عامله خط شكاوي وكل الحاجات دي.
ماشي، احنا عارفين ان الشركات اصلا 3/4 او كلها ما بتردش. ما بتردش على الحاجات دي. انما السوبر ماركت، ما هو صاحب السوبر ماركت ملهوش دعوه برضه، هو له دعوه بانه لو مثلا احنا لقينا عنده الجبن او الزبادي مش محطوطه في ظروف تخزين اللي هي الشركه قايله عليها، ده ممكن تروح تشتكيه. انما طالما هو محافظ على تخزينها كويس وفي الظروف الملائمه ليها، يا اما بقى عيبك انت كمستهلك، يا اما بقى هي طالعه من الشركه كده. طب انا عارف ان احنا طولنا عليكي في اول بودكاست، وان شاء الله يبقى في بودكاستات تانية وكده. انت عندك نصيحة تقولها للناس؟ هي النصيحة اللي ممكن نعملها اللي هو يعني نبدأ نقلل سكر شوية. كلنا ما بنحبش الأكل الصحي، بس لا، نبدأ نقلل سكر، نبدأ نقلل الدهون الغير صحية زي الزبدة والدهون بتاعت الحيوانات والحاجات دي. يعني ناكل بروتين بس برضو معتدل شوية، نقلل النشويات على قد ما نقدر بس ما نمنعهاش عشان جسمنا أصلا هو بيحتاجها. بس هو كلام جميل وكل حاجة، بس ما اظنش ولا انا ولا شبراوي ولا بعض من الاخرين محتاجين يعني نجاهد نفسنا علشان الموضوع ده، لان هو صح كلام. يعني انا فعلا انا لو ما عملتش الحاجات دي انا هضر نفسي بالظبط. بس زي ما نقول كده زي ما شبراوي قال برضو، انا بقتبس من شبراوي كتير، لان هو فعلا كان يقول كلام من الانسان فعلا اللي عايش أيوة، الموضوع ده. عنده حق. كل حاجه لما بنعملها مثلا بالزيوت وكده، الزيوت هي على فكره اللي بتعمل الطعم، فعشان كده احنا دايما بنلجأ للحاجات اللي هي فيها زيوت عشان هي دي اللي بتعمل الطعم. احنا بعد الكلام ده نبدأ دايت من يوم السبت ان شاء الله، لان والله بجد فعلا او اللي بيسمع لازم يبدأ من تاني يوم، يعني من تاني يوم في الموضوع ده علشان وعلى فكرة هو الأكل الصحي مش دايت، مش لازم. يعني احنا ليه دايما، على فكرة احنا المصريين كلنا كده، كلهم يعني كلنا رابطين ان الأكل الصحي هو دايت. لا، هو عادي، انت ممكن تبقى ده لايف ستايل. انت بتقلل بالحاجات الغير صحية وبتزود الحاجات الصحية، واحدة بواحدة هيبقى هو ده طريقة أكلك. انما الدايت ده حاجة تانية خالص، ده بقى انت بتبدأ بقى على حسب انت كل واحد وجسمه ونشاطه وكده، بيبدأ يتحط له يعني هو ياكل ايه، او مثلا لو عنده حساسية من حاجة ما ياكلهاش. كل الحاجات دي بتأثر. شكرا يا باشمهندسة آية على الوقت ده، وان شاء الله يبقى في حلقة تانية. بس الحلقة التانية دي نحاول بقى ايه يبقى نيجي نعملها ويبقى في نتائج، علشان ايه وبالذات كده نشوف الناس اللي بتسمع دي بتسمع يعني في ناس فعلا بتتغير وكده، فهنشوف مثلا اكيد في حد ان شاء الله هيتغير ونعرف وكده. ويبقى الحلقة الجاية مثلا ممكن نكمل في الزون ده، وممكن نشوف زون تاني انت مهتمية فيه بره مجال الدراسة وكده. شكرا جدا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.